بنلف بقى في اسكندرية بقى ايه، بنروح بقى اللي هي ايه الملاجئ، اللي هي بيقولوا عليها اطفال الشوارع، الحاجات دي. في مرة لغاية النهاردة والله ما نسيتوش ابدا، ملجأ كده بتاع اطفال. والله العظيم هم يعني ايه حلوين كده يعني، زي 5 و6 وكده. منساش شكلهم ابدا والله، يعني لما شفتهم صعبوا عليا قوي. عارفين اللي ايه هو كان الشغل ده، اللي هي حاجات اجتماعية وحاجات زي كده. اه حلو، ترفيه عن النفس، ايوه انت يا بنتي يا ننوس. بس بقى ايام الدراسة دي احلى ايام بجد والله. اه بيقطعوا القلب، اه والله ما انساش شكلهم ابدا. بصوا كل مرحلة في حياة الانسان ليها حلو وليها وحش. يعني قبل الجواز، مثلا في بيت اهلك، مثلا ما تروحيش ما تجيش ما تعمليش، لا مش عارفة ايه، آه حاجات في البيت كده ما كنتش عارفة اعملها على مزاجي. فاهميني؟ مع اني كنت بنت واحدة. لكن مثلا بقى، وعليكم السلام، نورتي يا بنتي يا غنى، قلبي يا بنتي يا غنون. غنى دي بقى من فلسطين يا نغم. حلو يا نانسي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة ايه يا غنى؟ يا غنى يا غنى، فاهمينك. وعليكم السلام. بعد الجواز بقى اللي حلو ايه بقى، انت بقى براحتك. معلش يعني، انام اقوم اعمل الاكل ما اعملهوش، آه، احط ده هنا اشيل ده هنا بمزاجي. فاهمني؟ يعني مثلا كنت عند ماما، لا ما تعمليش ده، لا ما تحطيش ده هنا. فاهمني؟ لكن لا بعد كده بمزاجي بقى، انا عايزه اعمل اكل ما اعملش، انام ما انامش. بس في دلوقتي كائنات هي بقى اللي نكدت عليها عيشتي اللي هم الكائنات الصغيره. تشرفنا بيك. والله الحمد لله، انتوا كيفكم؟ الحمد لله. نغومة عاملة ايه يا قلبي؟ اه حلو، انتي احلى. عاملة ايه يا بنتي يا غنى؟ شو اخبارك، شو احوالك، ايش لونك؟ انا كنت اضحك قوي على كلمة ايش لونك، اقول ايه ايش لونك دي، لوني ايه، ايه لوني؟ كنت فاتحة جالي اشعار، بس كنت باكل، خلصت اكل وجيت. بتاكلي دلوقتي يا نباتية؟ كنت بتاكلي ايه؟ ها؟ جالك الاشعار يا بت، كل ده كل ده بتعملي ايه يا بت يا غنى؟ يا نباتية انت. كنت بتاكلي ايه يا بت؟ شوفي كل الدنيا خلق الله كلها بتاكل الاندومي. انتوا عيال هتخلونا ناكل الاندومي دي، استغفر الله العظيم يا رب. انا كل ما اكلم حد، اصلا انا باكل الاندومي، اصلا كده جبت اندومي ايه فيه ايه؟ مش عارفه انا لو عملت كده، هل انا اجيب لكم السقف؟ ادينا مش هخليها لكم ضل. مش بطال ذاكي. والله جعت، كنت مش اكل، ما كنت ايه ماكو شيء طول اليوم، امي طبخت بقى. ما كلتيش ليه من اللي ماما عاملاه؟ احنا عندنا سنة 6 ابتدائي لما يخلصوا امتحانات 3 يسوون مسابقة زي الامتحان، وكمان
سنة رابعة، سنة رابعة الإعدادية، وهي